بحديثي عن المغرب علي، قيل أن وليد الركراكي هو الحلقة الأضعف في المنظومة المغربية، هل توافق؟ لا بالعكس، أنا ما أشوفه بهذا التصور الصراحة. صح اكو عالم تتكلم، وانا هم شفت بالاعلام بان اللاعبين كلهم محترفين وكلهم على مستوى عالي وكلهم امكانيات كبيره وكلهم اسماء كبيره، ممكن الركراكي اقل من عندهم. لا انا ما اشوف بهذا، بالعكس انا اشوف المدرب الركراكي قدم صوره جميله وكبيره بالنسبه للمنتخب المغربي من استلم المهمه لهذه اللحظه. قائد الفريق بكل البطولات اللي قادها، صراحه اداء ممتاز، اداء مميز، واضح تكتيك المدرب، اسلوب المدرب، تعامله مع اللاعبين واضح الصراحه. المدرب الركراكي مدرب صاحب شخصيه جيده اعتقد حسب ما اشوفه، واتمنى له ان شاء الله التوفيق. ومن المدربين الصراحه المدربين الكبار في مو فقط على افريقيا او على العالم. من ضمن هو من قال انه بعض الصحافه المغربيه قالوا ان الركراكي الاضعف؟ ليس الصحافه المغربيه، بعض الناس انا ارى انه اقوى رجل في المنظومه وليس العالم، لانه المنتخب المغربي قبل وليد الركراكي. وصلت لسفيان الثاني، بوفال، حكيم ينادي، حكيم هي وجول 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 وجول. لكن من اتى بهذا التصريح من شمال افريقيا. على كل حال انا ما اعتقد بانها تصريحات مبطنه بالنهايه. من قال هذا التصريح حقيقه يا اما تصريح مغرض يا اما لا يفهم شيء، لانه اليوم الكل نعرف المنتخب المغربي ما قبل الركراكي، والكل نعلم مشاكل علي زيتش مع زياش، ونسيت اللاعب الثاني الذي يتم استدعائه، وكانت لديه مشاكل مع نجوم المنتخب مزراوي، والمشكل مع حمد الله، عديد من المشاكل كانت موجوده. اليوم الركراكي هذا المدرب الصغير في السن الكبير في الفعل، صغير في السن لانه هو من سني، هو من جيلي، والعب ضد وليد الركراكي مع المنتخب التونسي المنتخب المغربي، لكن كامكانيات كبيره، لانه اليوم المنتخب المغربي وبقطع النظر عن نتائج كاس العالم، الجو العام في المنتخب المغربي استطاع ان يعيد زياش، شاهد تدريبات المنتخب المغربي، الجو العام ما بين اللاعبين، لانه من اصعب الاشياء ان تاتي بنجوم كبار من فرق عده في اوروبا وان تجعل التوليفه ممتازه فيما بينهم، وان تجعل الروح الموجوده على دكه الاحتياط والذي لا يلعب بالاساس كالاساسيين، وان الكل يقاتل. شاهدنا زياش لما كان يمر بفتره سلبيه في تشيلسي ولا يلعب اساسي، وكيف يقاتل مع المنتخب المغربي وكيف يدافع وكيف منحه الركراكي الروح، وكان يلعب بمستوى اكثر من عادي. فالتصريح هذا كي لا نقول لا يفهم، هذا مجانب للصواب او لا يريد ان يعطي الناس حقها. وليد الركراكي من افضل المدربين اليوم في الساحه الموجوده، وهو يقدم في اداء اكثر ممتاز، ومنتخب المغربي منتخب مخيف، مع وليد الركراكي اصبح منتخب يخيف الجميع، الكل يهاب المغرب الان صحيح. اليوم ولا بد نحن اليوم نتكلم اليوم كتونسي وك مشجع للكرة التونسية، أتمنى أن نعمل كما عملت المغرب على المستوى البنية التحتية، على المستوى الأندية المغربية، على المستوى المنتخب المغربي. أتمنى أن نعمل ولو 30-40% وأيضا والتسويق. اليوم نجاح، اليوم المغرب تنظم في كأس العالم، اليوم المغرب عندها كأس أفريقيا 2025. المغرب حقيقة إذا نتكلموا بالناحية العامية هربت علينا، بعدت علينا بأميال، وهذا لا أجل نتمنى لهم كل النجاح. أنا لا أشكال منتخب عربي شقيق متفوق وحقق نجاحات، فهذا يعطينا من المفروض معناها القوة لأن نعمل ونحن وأن نماري المغرب وأن نصل إلى مستواه. لا أشكال، هم نجحوا وإحنا قادرين أن ننجح، لكن لا نأتي من قام بهذا التصريح، لا يهمني من قام، أن نأتي لن معناها بمعنى أني ما وصلتش اللي ما طالش العرجون جوجل حاتم. اي لا اريد، ما عرفت، انا عرفت لكن لا اريد. انا بالاخير عقبت فقط على القول، يعني هو الاقوى في المنظومه وليس الاضعف. صح. على كل حال معروف هناك تصريحات مبطنه، هناك تصريحات أكيد مباشره، وبالتالي الغرض هنا فقط هو دورنا التصحيح أن نعلق على هذه التصريحات.